تعمل ايه لو لا قدر الله حصل لك اختناق وانت لوحدك؟ لما حاجة بتقف في زورنا وبيحصل اختناق للإنسان بيحصل انقطاع للأكسجين عن الدماغ، وخلايا الدماغ بتكون حساسة لنقص الأكسجين، وبتبدأ بعدها خلايا الدماغ إنها تموت بعد أقل من 5 دقايق من عدم وصول الأكسجين ليها، ووقتها بيحصل الموت الدماغي في حوالي 10 دقايق. وعشان كده لازم نقدم الإسعافات الأولية في أسرع وقت ممكن، سواء لا قدر الله الشخص نفسه هو اللي بيتعرض للاختناق أو أي شخص تاني. احنا قبل كده عملنا حلقة بالتفصيل نعمل ايه لو حصل اختناق للأطفال، تقدروا ترجعوا لها لو حابين تعرفوا ازاي نقدر نتعامل مع الأطفال وقت الاختناق. لكن دلوقتي خلينا نعرف نعمل ايه لو حصل اختناق للكبار. واول حاجه لازم نعرفها هي اعراض الاختناق، واللي هي بتكون عدم القدره على الكلام، التنفس بصعوبه، او تحس ان النفس نفسه بيكون فيه صوت مسموع، تغيير لون البشره والشفايف والضوافر للون الازرق او الرمادي، وفي بعض الاحيان بيوصل الموضوع لفقدان الوعي. طيب دلوقتي عرفت ان الشخص اللي قدامك ده بالفعل حصل له حاله اختناق، يبقى فورا وبدون اي تاخير نبدا فورا في الاسعافات الاوليه. اقف ورا الشخص اللي بيتخنق وخليه يميل لقدام بحيث ان راسه تكون متجهه للارض، ولازم ناخد بالنا كويس اننا ما نبداش الاسعافات الاوليه والشخص ده واقف بشكل مستقيم عشان الجسم الغريب ده ما يدخلش جوه اكتر وتزيد المشكله. بعدها ممكن تستخدم ايديك او ركبتك او اي شيء صلب زي كرسي او ترابيزه عشان تقدر انك تدعم جسمه وتخليه ثابت، وبعدها ابدا في انك تخبط على ظهره بشكل قوي بين عظمتين الكتف في الظهر، وهتعمل الضربه في اتجاه من تحت لفوق، ونعملها حوالي 5 مرات. المفروض ان بالشكل ده الجسم يخرج، لكن لنفترض انه ما خرجش، يبقى دلوقتي نبدا اننا نعمل حركه هيملك، وهي انك هتقف ورا الشخص ده وتبدا انك تحط ايديك حوالين وسطه وتعمل قبضه بايديك، وتكون القبضه دي عند اسفل الصدر، ونتاكد ان ايدينا مش على ضلوع الشخص وانها تحتها على طول عشان ما يحصلش لا قدر الله كسور للضلوع. ولو الشخص عنده بطن كبيره يبقى نحط ايدينا عند اعلى البطن ونبعدها عن المعده على قد ما نقدر، وتعمل قبضه ايديك بالشكل ده والايد التانيه نفردها فوقها بالطريقه دي. ودلوقتي اضغط بايديك لفوق بشكل قوي وبسرعه نوعا ما كذا مره لحد ما يخرج الجسم الغريب. طب لنفترض ان الشخص ده حصل له اغماء وفقد وعيه، في الحاله دي نيم الشخص على الارض واقعد على رجله بشكل مواجه ليه، وحط ايد فوق الثانيه، وببطن ايدينا نحطها على نفس المكان زي ما قلنا تحت الصدر، لكن نتاكد انها مش على الضلوع، ونبدا اننا نضغط بقوه وبسرعه بايدينا لفوق ناحيه الحجاب الحاجز، ونكرر كذا مره لحد ما الجسم الغريب يخرج. طب لنفترض ان ده لا قدر الله حصل وانت لوحدك، المفروض نعمل ايه؟ في معلومه مهمه لازم نعرفها قبل ما نبدا في التعامل وانت لوحدك. لو حصل لك لا قدر الله اختناق وانت وسط الناس ولقيت نفسك مش قادر تتكلم، لازم فورا تبدا انك تلفت نظرهم، وما تتاخرش ابدا في ده، عن طريق مثلا انك تحط ايديك الاثنين حوالين رقبتك، ولو مش شايفينك حاول انك تخبط برجلك الاثنين على الارض، او حتى انك ترمي نفسك عليهم. ما تتحركش وما تتاخرش وما تقولش يمكن تطلع لوحدها، حاول فورا انك تلفت نظرهم لان كل دقيقه بالنسبه لك مهمه جدا. وخلينا بقى دلوقتي نعرف تعمل ايه لو انت لوحدك ومفيش اي حد معاك تماما. في الوقت ده اول خطوه لازم تبدا انك تعملها فورا انك تحاول انك تكح، حاول على قد ما تقدر انك تعمل ده بشكل قوي عشان تساعد نفسك ان الجسم يخرج. بعدها تبدا انك تعمل حركه هيملك. طبعا مش هنقدر اننا نخبط على ظهرنا بنفسنا، فهنضطر ان احنا نروح للخطوه الثانيه على طول، وهي اننا نقوم بالضغط على البطن. اعمل ايديك بالشكل ده، وبعدها حط ايديك فوق السره بحاجه بسيطه، والايد الثانيه افردها بالشكل ده على قبضه ايديك الاولى، وبعدها اضغط لجوه ولفوق بقوه وبسرعه. لو ما قدرتش انك تعمل ده لنفسك حاول انك تستعين بكرسي او ترابيزه عشان تضغط على بطنك، وتفضل تضغط كده لحد ما يخرج الجسم. وفي النهايه من المهم جدا بعد ما الجسم الغريب ده يخرج اننا نزور الطبيب، لان للاسف ان ممكن الضغط بقوه او الاسعافات الاوليه اللي اتعملت تسبب لك مضاعفات ويحصل مشاكل، فلازم نطمن على الطحال ان هو كويس، وان مفيش حاجه من الاكل اللي وقفت في زورنا دخلت جوه الرئه، فده ممكن يسبب بعد الشر التهاب او عدوى في الرئه والموضوع يبقى اسوأ، فلازم نطمن. وفي الاخر ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. في رعايه الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.